السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بوصفه كده من الزمن اللي فات. وصفه لذيذه جدا وغنيه جدا جدا بالفوائد، لا وكمان اقتصاديه. ما كلفتنيش بس غير كوبايه زبادي ونص لتر من الحليب، وباقي المكونات موجوده في البيت. جايه لكم بكشك المظ. وصفه بعد الفيديو ده لو لسه مجربتوهاش لازم تجربوها وتقولولي رايكم. يلا بينا ندخل في الوصفة على طول. بس الأول أحب أعرفكم بنفسي، أنا سارة هلال ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشجعوني وتعملولي لايك وتسبسكرايب لو الوصفة دي عجبتكم. يلا بينا. أول حاجة عندي في حلة على النار هضيف حوالي نص كوباية من الزيت، ولحد ما يسخن عندي هنا بصلاية متوسطة أنا قطعتها ما فرمتهاش علشان احنا دلوقتي هنقليها، والمفروم مش هيبقى أحسن حاجة في القلي. البصلايه اللي معايا دي هضيف عليها رشه من الملح وكمان معلقه من الدقيق، وهقلبهم مع البصل المتقطع ده، وافضل كده اقلب فيهم عشان البصل كله يتغلف بالدقيق، وافك اي قطعه من البصل لازقه في بعضها. تقطيعه البصل دي هي افضل حاجه زي ما قلت لكم، لا تقطعوه اكبر من كده ولا تقطعوه اصغر من كده، يعني لا تفرموه ولا مثلا تقطعوه جوانح. بعد ما قلبت البصل بتاعي نزلت واحده كده في الزيت، لقيت الزيت بتاعي لسه مسخنش، استنيت عليه شوية وحطيت البصل بتاعي على جنب. لما سخن الزيت نزلت بالبصل بتاعي، كنت بحطه شوية بشوية زي ما انتوا شايفين كده، وفي كل مرة كنت باخد شوية كنت بنفض الدقيق الزيادة اللي عليهم علشان ما يعكرش الزيت بتاعي. حطيت البصل كله وهفضل اقلب فيه لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. انا اللون اللي انا عايزاه لون كده ذهبي مايل للبني، ده اللون اللي انا بحبه. بلاش تغمقوا البصله قوي عشان طعمها ما يمررش معاكم. بعد ما وصلت بالبصل للون اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده، كنت مجهزه جنبي طبق عليه مناديل علشان اطلع البصل بتاعي عليه وافرده. طلعت كل كميه البصل على المناديل زي ما قلت لكم، وكان شكله تحفه زي ما انتوا شايفين كده، عايز يتاكل حريف اصلا. بعد كده عندي الزيت بتاعي بقى، انا كنت قاصده ان انا بقي فيه شويه صغيرين كده من البصل. ضفت معلقه من السمنه للزيت بتاعي، بس هي ساحت بسرعه ملحقتش اوريها لكم. وهنزل عليهم ب4 معالق من الرز المصري. هفضل اقلب في الرز بتاعي كده شويه حوالي دقيقتين، وبعد كده هنزل عليه بمعلقه كبيره من الدقيق واقلبها معايا، وكمان دقيقتين هيكون الدقيق بتاعي استوى. هنزل عليهم بكوبايه ونص من الشوربه. انا مستخدمه هنا شوربه فراخ، الشوربه بتدي نكهه حلوه قوي للاكله دي، بس لو مش متاح عندك ممكن تستخدمي ميه. واحنا كده كده هنضيف مرقه دجاج. بصوا بقى، ادي مرقه الدجاج. انا هستخدم مرقه الدجاج الفوريه، تقدري تستخدمي المكعبات براحتك، المتاح استخدميه. احطها على الرز بتاعي واقلبها. وانا بقلب حسيت ان انا محتاجه ازود الشوربه شويه كمان، علشان الرز بتاعي انا محتاجاه يكون عايم في الميه، هو هيستوي وهيتهري كمان، انا مش بسويه علشان يبقى رز مفلفل. فضفت كوبايه كمان من الشوربه، يعني اجمالي كده حوالي كوبايتين ونص من الشوربه. هغطي بقى الحله بتاعتي واسيبها على نار متوسطه حوالي تلت ساعه تقريبا. المهم لما تفتحي على الحله بتاعتك بعد ما اخدت وقتها تلاقي الرز بالشكل ده، مهري جدا وفيه نسبه من السوائل. شايفين الرز شكله عامل ازاي؟ نفش ودايب جدا. انا بحاول اوريهولكم. وبصوا قوام الشوربه بقى عامل ازاي، بقى تقيل شويه عشان معلقه الدقيق اللي احنا حطيناها. دلوقتي بقى الخليط ده انا محتاجه اضربه، فيا اما هنضربه بالهاند بلندر يا اما بالخلاط. انا هستخدم الخلاط عشان الهاند بلندر ما يجرحش الحله بتاعتي، فهروح اضربه في الخلاط وارجع لكم. بعد ما هدي الرز بتاعي شويه ضربته في الخلاط، وشكله زي ما انتوا شايفين كده، شايفين التقل بتاعه، ورجعت بيه في نفس الحله بتاعته. شايفين قوامه عامل ازاي؟ هو كده بيكون تقيل شويه، بس لسه هيخف معانا وهتشوفوا ازاي. بعد كده بقى عندي نص لتر من اللبن الحليب، واضيف كوبايه صغيره من الزبادي الطبيعي، وهقلبه بالمضرب كده علشان كوبايه الزبادي تدوب في اللبن.
بعد ما قلبت اللبن والزبادي مع بعض كويس قوي، ضفت 3/4 الكمية دي للرز بتاعي وهقلبه، وهقول لكم انا سايبه الشويه دول ليه. ودلوقتي بقى هفضل اقلب في الخليط ده كله مع بعضه، والمفروض ان هو مع كتر التقليب بيتقل معاكي اكتر زي البشاميل. ضفت معلقه صغيره خالص من الملح، وضفت كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وقلبت مره كمان عشان اشوف تقل الخليط بتاعي. بصوا بقى، لو الخليط ده حسيتوا ان هو ما بيتقلش معاكم بسرعه، معنى كده ان هو مش هيتقل قوي. فالشوية اللي احنا شلناهم على جنب من اللبن والزبادي دول هتضيفوا لهم معلقة من الدقيق وتقلبوها معاهم، وبعدين تضيفوهم للخليط ده. بس انا التقلي بتاعي كده تمام، مش محتاجة ان انا اضيف دقيق ولا اي حاجة. فانا هضيف باقي كمية اللبن اللي عندي زي ما هي كده، اللبن والزبادي طبعا. وبعد ما قلبت كده شوية حلوين، هسيب الحلة بتاعتي على النار لحد ما تبقبق كده وتغلي. في المرحلة دي اوعوا تغطوا الحلة لازم تكون مكشوفة علشان اللبن ما يفرش. هي غلوة واحدة بس وخلاص، هنطفي كده النار عليها وكده بقت جاهزة معانا للتقديم. الأكلة دي لازم تتعبى بعد ما تخلص على طول، يعني رك ما هي غليت هنعبيها في اطباق ونسيبها على جنب جاهزة للتقديم وللأكل. هي بتتاكل سخنة وبتتاكل باردة، والباردة أحلى وأحلى وأحلى من السخنة. شايفين التقل بتاعها؟ ولسه هتتقل كمان لما تتعبى في الأطباق. غرفت طبق وحطيت على وشه البصل. أسيبكم بقى تستمتعوا بمنظر الطبق الأول وبعدين ندوق. واجيب العيش البلدي بتاعي بقى وابدأ اغمس كده الكشك مع البصل. مم. حاجة كده قشطة. انا مهما اقول لكم مش هعرف اوصف لكم الطعم، فلازم تجربوه بنفسكم. ولعلمكم هي تتاكل مع عيش محمص، تتاكل مع عيش بلدي، تتاكل بالمعلقة كده، في كل حالاته هو لذيذ جدا. هاخد الطبق ده بقى واروح اعمل لي شوية بتنجان وطماطم مخللة كده وهعيش. وانتوا ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وتشجعوني بكومنت، وهتلاقوا مكونات الوصفة دي في صندوق الوصف تحت. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.